خطير ازاي يعني؟ اصل انا عارفه اختي وجوزها الله يرحمهم كويس قوي، انهم يثقوا فيك الثقه دي والثقه تتنقل لاولادهم. ده انت عبقري، ساحر. ولا عبقري ولا ساحر، انا بعامل الناس بما يرضي الله. يا جمالك، انت بتفكرني باخلاق الفرسان. مش قوي كده يا فندم. ليه يا فندم دي بس؟ ما تقولي يا بسمة على طول. انا شكلي كده هحبك. وانا في ديك الساعه انت ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي يا مبروك؟ امكانياتي ضعيفه شويه. امكانيات ايه يا راجل؟ انت اللي في رجولتك وشهامتك يدفع له فلوس، يتجاب له احسن شقه وافخم عفش ويدفع له اكبر مهر. مش قوي كده، ده انا كده اتمرع. اتمرع زي ما انت عايز، ده انت تنتقل بالذهب. بس هنا يا اسطى، اقف عندك، اتفضل. استرها يا رب. ايه؟ مين دي اللي انت خاطبها مش دي خطيبتي. انت خاطب؟ اه الله 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 الله، ايه الوفا الغراميه دي يا اخويا؟ ما تمسك ايدها يا حبيبي، اجيب لكم 2 ليمون. دي غريبه قوي. الهانم خالة الولاد. والله ما خدتش بالي، لا مؤاخذه يا هانم، انا مندفعه، طلقي حامي، اصل انا بنت 7. ايه يا مبروك، انت مطنشني ليه من الصبح ها؟ وبعدين ايه العربيه اللي جت خدتك من قدام المدرسه؟ وكنت بتقول ايه للبنت مديح؟ ياي مش تخلي عندك دم وتقولي للهانم الباقيه في حياتك؟ اه صحيح، البقيه في حياتك يا هانم، اصل انا لسه قايله لك من شويه ان انا مندفعه. جاوب بقى على الاسئله اللي انا سالتها لك، وبعدين واقف انت وهي بره الفيلا ليه؟ مستنيين الولاد يخرجوا عشان يروحوا يزوروا قبر بابتهم وباباهم. انتوا دفنتوهم خلاص؟ طب ما قلتليش ليه؟ والموضوع ده يهمك في ايه؟ طب خلاص انا اسفه. اتكتمي بقى. حقيقي مبروك، خطيبك ده شهم قوي. اللي عمله معانا محدش يعمله ابدا، ده عمله نادره. انت هتقولي لي يا هانم امال انا بحبه ليه؟ وكلكم، وانه يدفن اختي وجوزها في مدافن عيلته ده كوم تاني. مدافن عيله مين؟ عيله مبروك. هو مبروك ده عنده عيله اصلا لما يبقى عنده مدفن؟ على طول بتهزري كده؟ اصل انا وهي واخدين على بعض يعني، بنهزر دايما. انت بتضحك على ايه؟ مش انت بنفسك قايل لي لما ابوك الله يرحمه مات ما كنتش لاقي حته تدفنه فيها؟ او النبي يا هانم. انت ايه اللي جابك؟ يخرب بيتك، ما بتعرفش تفرق في الظروف. ايه الكلام ده يا استاذ مبروك؟ اختي وجوزها مدفونين فين؟ جاوب. هيكونوا فين يعني؟ في مدافن عيلتنا. امال ايه الكلام اللي بتقوله خطيبتك ده؟ يا فندم دي عبيطه، دي هبله، ده هي مطلوقه دلوقتي، الظاهر حد فك السلسله. ماشي يا مبروك، اقعد انت شوه في صورتي كده قدام الناس. انا اللي اشوه؟ ده العالم كله لو اجتمع عشان يشوه في صورتك محدش هيعرف يشوهها زي ما انت بتشوهيها لنفسك. بقول لك ايه يا تشكر، وري الهانم فقره كده. كده؟ انت بتتريق عليا يا مبروك؟ ماشي، والله العظيم يا هانم ولا عنده مدافن ولا عنده عيله من اصله. ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لحضرتك ايه، ادينا رايحين دلوقتي والميه تكدب الغطاس. على فكره لو طلع كلام خطيبتك ده مظبوط هتبقى ليله سودة. لا ان شاء الله مفيش اي مصايب. هنشوف بقى. بعد اذنكم يا جماعه، انا هحضر العربيه في دقيقه ويا ريت نتكل على الله. يلا يا اخويا نتكل على الله. يلا فين؟ ايه؟ انت تستني هنا. لا يا حبيبي، انا لازم اروح اتاكد في مدافن ولا لا، عشان على الاقل لما تموت ادفنك فيها. يلا استبسم يلا. حسن بيه، ايه الاخبار؟ ربنا يستر. بسمه دي كارثه، دي ممكن تعمل لنا قلق وتبوظ كل خططنا. ما تقدرش تعطلهم اكتر من كده؟ اكتر من كده قد ايه؟ يا رب جلال يكون لحق ووضب المدفن وحط اليافطه. هو في احتمال ما يلحقش؟ احتمال كبير جدا. بحبك موت، لو تعرف اللي جوايا. يلا يا مبروك. اقفي هنا كده، الظاهر هنا. الظاهر هنا؟ مش عارف مكانها ولا ايه؟ لا ما انا بقالي كذا ساعه ما جيتش. كذا ساعة؟ هي دي النصيبة السوداء. ما تسكتي بقى. سكتنا. ده بيدور على ايه ده؟ مبروك بيه، مبروك بيه، اتفضل يا مبروك بيه، اتفضل اتفضل اتفضل، الحمد لله على السلامة. متشكر جدا. أهلا مبروك بيه. نزلوني. أهلا مبروك بيه. يلا بقى يا مبروك،
وريني بقى مدافن العيله بتاعت عيلتكم يا ابو عيله. اهي اسكتي بقى بدل ما اخلي اقامتك المستديمه هنا. مش اي حد بيتدفن بيطلع له تصريح دفن؟ ايوه طبعا طبعا يا ست هانم طبعا. ايه طبعا ديت؟ ايه تصريح الدفن ده؟ ما طلبتوش قبل كده. لا ما هو لازم، لا حقك يا حبيبتي عشان قلبك يطمن. لا لازم. اسكتي انت، اسكتي. انا عايز اشوف التصريح ده. ما هو موجود معايا مبروك بيه. موجود؟ امال متشكر جدا. لو سمحت التصريح. اهو يا ست هانم. اتفضلوا. متاسفه يا مبروك. خليكي هنا. لا هاجي معاك. خليكي هنا. اتفضلي. خير؟ هي بنتك دي تيجي من وراها خير؟ لا طبعا. امال بتسالي خير ليه؟ هو مش حضرتك جيتي لي قبل كده قلت لي خلاص يا ابني وعلشان خاطري والتخلف اللي عندها وهي ندمانه والطربش هيتميل بنيله؟ حقك عليا يا اخويا، انا اللي غلطانه. انا اسفه اني اتعرضت لها. انا متبريه منها اليوم الايام. ها بقول لك ايه، خدها في ايدك ارميها في اي حته بره، واذا كنت مش عايزها اقول لك ايه سيبها لي هنا اكلها كاني بربي ده كرباط. المهم انت ما تزعلش ابدا. خلاص اهي عندك الصفر مع بعض، بس ما تجيش بعد كده تقولي لي عشان خاطري. مبروك يا مبروك، حقك عليا، انا اسفه والله يا مبروك. انا بابا مش قصدي التخلف، هو بيجي مني تلغاي والله. خلاص ماشي، بيجي تلقائي. اغمز لك وشي بيتقلب، لهجتي بتتغير، تلمي نفسك تسكتي. الريسيفر اللي عندك ما بيستقبلش ليه؟ جوازي طيب وانا خايف. اتجوزك؟ اذا كان من دلوقتي مطلعه عيني ومجنناني، امال بعد كده هيحصل لي ايه؟ والله العظيم يا مبروك انا لو اتجوزت ههدى واخف وابقى طبيعيه خالص، ولو ما لقيتنيش كويسه ابقى طلقني. عارف يا مبروك والله العظيم يا مبروك اصل انت بتبقى وحشني جامد قوي، فلما بشوف حاجه ببقى مش فاهماها وانت بتبقى وحشني في نفس الوقت بيحصل لي قفله. بس لما بتبقى معايا يا مبروك والله العظيم ما بيحصليش قفله. بص يا مبروك، بغض النظر عن القفله اللي بتحصل لها دي، انت لما هتروح الفيلا يا حبيبي ومعاك العيال مش هتعرف تتصرف لوحدك، يلزمك ست تاكل وتشرب وتربي وتراعي، وانت كمان يا حبه عيني يلزمك ست برضه تحبك وتحن عليك وترق كده معاك وتاخدك في حضنها وتنسيك شقى الشغل كله يا حبيبي. ودي هتعرف تعمل كده؟ ايوه عارفه يا مبروك، انت اصلك ما جربتنيش في الجواز. انا هبقى حنينه قوي واخليك تنفذ وصيه المرحوم والمرحومه، والاهم من ده الوليه اللي اسمها بسمه دي قرشه من حياتك يا مبروك وعايزه تطيرك من الفيلا. عشان كده يا مبروك لازم انا وانت نتكاتف ونتكاتف. يعني في كل الحالات الجواز مطلوب ومهم جدا. ادينا بقى فهمنا لك كل الاسباب اهو. طب واذا الطربش طلع بعد الجواز الموقف هيبقى ايه ساعتها؟ انا من نفسي هلم شنطه هدومي واروح اقعد عند امي. نعم يا اختي فين؟ عندك. ما انا ساعتها هجيب هدومي واجي اقعد معاك في الفيلا، مش ممكن اسيبك لوحدك ابدا يا مبروك. ها قلت ايه يا مبروك؟